بعد ما وصلت لاكتر من 200,000 متابع على الانستجرام اقدر اقول لك الطريقه الصح علشان تجيب اول 10,000 متابع في اقل مده ممكنه، سواء كنت شخص عايز يعمل محتوى او شركه عايزه تكبر نشاطها على الانستجرام. خلي بالك الموضوع ابسط مما تتخيل، بس ركز معايا ورقه وقلم واكتب ورايا واعمل سيف للفيديو ده وشير كتير علشان يوصل لغيرك وتستفيد وتفيد. اول خطوه يا صديقي العزيز انك تبحث عن فئتك المستهدفه. ازاي؟ اي بيزنس او محتوى ليه ناس بتتكلم فيه، اختار المشاهير منهم. يعني لو بتتكلم عن السياحه والسفر بص على ناس زي شيف نبيل او عمرو عجيزي او طاهر مسافر وغيرهم. ادرس الناس دي وطريقتهم والمحتوى بتاعهم وايه افضل محتوى عليه تفاعل في حساباتهم. كل ده هيديك فكره ويخليك تقرر ايه هو المحتوى اللي ممكن تبدا بيه انت شخصيا. الخطوه الثانيه غير شكل البروفايل بتاعك لشكل احترافي، وتعالى اعلمك ازاي. 5 حتت لازم تاخد بالك انك تعملهم بشكل احترافي. اول حاجه الصوره الشخصيه، لازم تكون صوره حلوه وباينه واحترافيه، ودول اشكال بعض الصور الشخصيه الاحترافيه اعمل زيهم. 2 البايو، وده الكلام اللي بيتكتب تحت الصوره، هتكتب فيه انت مين وبتعمل ايه للناس بشكل مختصر جدا. ولو مش عارف تعملها في ادوات ممكن تساعدك تكتب بايو احترافي زي دول. اختار اللي يريحك. 3 هتضيف هايلايت لاهم الخدمات اللي بتقدمها، وطبعا هتحط فيها الستوري المناسب لكل هايلايت. 4 هتثبت افضل 3 فيديوهات او بوستات في اول البروفايل عندك، واختارهم على اساس التفاعل، لازم يكون عليهم تفاعل كبير او على حسب انهم بيقدموا خدماتك بشكل مميز. 5 ما تنساش تحط رابط البايو في حساباتك على المنصات التانية زي كده. الخطوه الثالثه انك تبذل مجهود علشان تطور المحتوى بتاعك كل يوم. ما تنساش تستخدم طريقه الهوك اللي اتكلمنا عليها في محاضره صناعه المحتوى، وتختم الفيديو او المنشور بتاعك بحاجه اسمها الكول تو اكشن او توجيه المتابع لفعل حاجه ما انت محتاجها، زي انه يعمل لايك او يعمل شير او يعمل متابعه او انه يروح لموقع معين يشتري منه او ياخد كود الخاص اللي بتقدمه. وكل ده برضو اتكلمنا عليه قبل كده في محاضره صناعه المحتوى للي يحضرها. يا جماعه احضروا المحاضرات اللي بعملها ما بين وقت للتاني علشان هتفيدكم جدا. والخطوه الرابعه لازم يبقى عندك جدول ثابت للنشر على قد ما تقدر، واستمر في نشر المحتوى من 3 ل 6 شهور، واوعى تفقد الامل ابدا. اللي نجح في السوشيال ميديا هو اللي استمر، اوعى تتخلى عن حلمك. الخطوه الخامسه شوف كل اللي نجح من منشوراتك كل اسبوع وركز عليه واعمل منه منشورات اكتر، وكرر لحد ما توصل. وعلشان يبقى ليك مكان سواء عايز تبقى شخص مشهور او بيزنس عايز توصل لعملائك بشكل مدروس ومنظم، ما تنساش تتواصل معايا على الواتساب بتاعي هنا. مستني